كان يا مكان كان في ناس عايشة بثقة حقيقية وناس كل همها إنها تبان واثقة قدام الكل. النهاردة مش هنعرف الفرق بينهم بس، لكن هنكشف سر الثقة الحقيقية بالنفس. يلا بينا نبدأ الفيديو. الشخص اللي بيحاول دايما يبان واثق في نفسه قدام الكل بيثبت لنفسه والآخرين إن هو دايما باين عليه الثقة قدام الناس، حتى لو من جواه مش كده. بيحاول التظاهر بالمثالية، بيبذل جهد كبير لإخفاء العيوب اللي عنده أو التفاخر بالمزايا علشان يبان قدام الناس إنه هو الأفضل، ومتحسس لآراء الناس، وبيبذل جهد كبير وبيحاول بأي طريقة إن هو يراضيهم علشان يحس دايما إن هو مقبول أو محبوب. نيجي بقى للشخص الواثق من نفسه، ثقة نابعة من الداخل، شخص مش محتاج يبرر أي حاجة لحد علشان عارف قيمته ومتقبل نفسه بكل عيوبها ومميزاتها. الشخص الواثق في نفسه واثق في ربنا أولا، وهو مش بس راضي عن نفسه لكن كمان عارف إنه كل حاجة في حياته هي من فضل ربنا ورزقه عليه. علشان كده بيحب الخير للناس وما بيحسش بالغيرة أو الحسد لما يشوف نعمة عند حد، سواء كانت في أولاده أو في ماله، لأنه واثق إن رزقه في مكانه وفي وقته، مش محكوم بيد حد. ودايما ثقته بربنا بتقوي ثقته بنفسه. كلام الناس بالنسبة للواثق في نفسه ما بيهتمش بيه، لأنه عارف قيمته الحقيقية وعنده يقين إن مش هيقدر يراضي كل الناس، ومؤمن إن كلام الناس مش هيغير حاجة من اللي ربنا كتبها. فكلام الناس بالنسبة له زي الضوضاء، مش مركز معهم، مركز على ذاته، مش مركز على إرضاء الناس. الواثق في نفسه ثقة حقيقية واثق إن النجاح والراحة النفسية والرزق والستر مش بيجوا إلا من عند ربنا، وعارف إن مهما اجتهد واشتغل مش هيوصل لأي حاجة من دول غير بإرادة ربنا، وفاهم إن كل شيء في حياته مرتبط بتوفيق الله، وواثق في ربنا. فعلشان كده ثقته في نفسه الحقيقية جاية من ثقته في ربنا. النقطة الأخيرة وأهم نقطة في الفيديو، عايزة أقول لكم إن الواثق في نفسه واللي عايز الناس تشوفه واثق في نفسه هو الفرق بين الراحة الداخلية والتظاهر بالمثالية. الواثق في نفسه مش محتاج يثبت لحد إن هو قوي وناجح، لأنه ببساطة عارف نفسه تماما وراضي عنها وعن كل خطوة في حياته. أما بقى اللي عايز يظهر واثق قدام الناس فمحتاج دايما يرضي الآخرين ويثبت ليهم إن عنده كل حاجة. الفرق كبير، والاختيار بين الاتنين ليك انت. اختار تكون الواثق في نفسك، لأن الثقة الحقيقية بتيجي من جوه. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي. خليكم واثقين في نفسكم.